هلو ريان. هلو ندى. هاي كيفك؟ هاي منيح الحمد لله. تمام. ريان التونجي، أنت سوري الجنسية، مقيم بالإمارات، رسام، أنيميتر، كرتونست، فيديو أند مالتي ميديا أرتست. باختصار أنت كونتنت كرييتر. رح نحكي اليوم عن تصميم الشخصيات والكوميكس تبعولك. أنا قريت على الويب سايت تبعوتك إنه أنت أعمالك بدك إياها تخلي الناس تنبسط. انا واحده من اهم الشغلات اللي انا لما كنت صغير فيها وقت بكون حتى بجمعات العيله مع او اكستندد فاميلي، العيله الكبيره، انا بحس حالي انه انا بحب كون بموقف الانترتينر. ريان خبرنا شوي بليز عن سيري جورني اوف ايموشن. يوميا كنت عم بعمل رسمه بتعبر عن حالتي اللي انا اكثر شيء كانت طاغيه علي بهذا اليوم. مثلا في وحده من الرسمات اللي بلشت فيها، اول وحده كان اسمها دريند، فانا كنت راسم بيسكلي هو تجسيد لحالي انا قاعد، بس انه يعني كل الكولر اللي انا جواتي اللي بحسه، انا بحس حالي، بشوف حالي انه كشخص بوزيتيف بشكل عام، بحب انه انا ضيف جو حلو للناس. فهذا حسيته كله كان عم بتفضل، كله was being drained، وانا صفيت بس انه قشره ما فيها شيء. كثير من الرسمات الباقيه كمان كل وحده كانت عم تعبر على حاله معينه. في حاله تبع الفروزن، في وحده منهم انه انا راسم حالي كمان انه انا بيسكلي بس مجمد ببلوك الثلج وماني قدران اتحرك، بس راسي قدران احركه، انا شايف كل شيء حوالي وماني قدران اعمل شيء. فانا بس هيك يعني عم بتفرج وبس ذا لوك اوف بانيك على وشي. انا ضليت اشتغلهم هن يوميا لاخر الشيء اللي نهيتها فيها، كانت هي سميتها letting go. اللي هو بس انا رجعت لنفس الالوان اللي استعملتها باول وحده، بس حطيتها بطريقه انه ما مبين، يعني هون لسه انا لما رسمتها ما كان مبين اذا انا مسافر ولا لا، بس رسمتها لحتى خلص انه انا تركت الموضوع، حررت حالي من حاله انه ضل متوتر، وبقول لحالي اللي بده يصير يصير. I've been through worse اكيد. بالاخير انا I've survived 100% of everything I've ever been in، فهي ما حتكون مختلفة عن الموضوع. ريان، بعد مجموعتك اخذت ضجة كتير كبيرة مثل سبونج بوب، صممت كتير كاركترز. انا كان بدي انه بدي to pay tribute للشيء اللي انا بالنسبة إلي بحبه كتير. اثر كتير على الستايل تبعي، حتى على انه مجالي انا بالارت ان جنرال. حسيت اني بدي اعطيه تريبيوت، فعملت هدول الكاركترات. ومن الشغلات اللي خطرت لي انه اوكي، هاو وود سبونج بوب لوك لو كان هو بشري. فانا رسمت هذا الكاركتر، بعدين رسمت باقي الكاركترات، في تبع في بسيط، في شفيق، كل هدول. هذا اوكي. البروجكت بشكل عام لما انا اشتغلته ما تخيلت انه هو يلاقي ضجه كتير كبيره. يعني انا كنت شاغله مثل اي بروجكت تاني كمان شاغله. انا عامل كولكشنات من قبل وكاروسلز على الانستغرام لكاركترات، فهذا لقيت انه في كتير صار في اخذ وعطاء عليه على الانستغرام. لقيت صار في ويب سايتس معروفه هن بيعملوا ارتكلز والقصص، كمان تواصلوا معي لحتى انه لحتى يحطوا هدول الكاركترات على الموقع تبعهم. مثلا منهم نعم. كان موقع بورد باندا، منهم موقع برايت سايد اللي هن نفسهم صحابين 5 minute crafts. ريان، هاري بوتر هو كتاب انعمل منه أفلام، وأنت رجعت كونت كمان رسمت شخصية هاري بوتر من جديد، واعتمدت على نفس الوصف يلي موجود بالكتاب. كنت شوف الفيلم اول بعدين اقرا الكتاب، فبحس انه نعم. بيطلع لي شغله زياده. بس المشكله اللي بتصير انه بصير ما عاد فيني اتخيل الكاركترات الا بدور الممثل. يس. فانا حاولت اعمل العكس بكاركترات هاري بوتر. انه هاري بوتر انا بالنسبه لي، لانه كنت عم بقرا بوصف الكاركترات، انه سنيب مثلا بيوصفوه انه هو انه كتير شاحب، شعره مزيت ملزق على راسه، كل هالقصص، العبسه اللي على وشه دائما. فرسمت الكاركترات يعني بيست اون انه شو انا شوف، يعني كيف كان الوصف تبعهم بالكتاب. خلال السنين شغلي بالكاركتر ديزاينز بشكل عام، حسيت انه
في نقاط معينة بيكون بيوصف الشكل، مجرد ما واحد اخذهم هدول فبيقدر يتخيل كيف شكل الكاركتر لما بيكون مرسوم. يعني انا كنت اقول لهم من قبل لطلابي لما كنت درس، بقول لهم انه اذا بدكم ترسموا حدا وتجيبوا الشبه، فلاقوا 5 عناصر بوشهم مميزة. مثلا ممكن مم. يكون انفه صغير، ممكن يكون راسه مثلا شكله مربع اكثر مثلا. فهال5 عناصر لما بلاقيهم مكتوبين كتابة، مثل اذا انا عم طلع بحدا، فانا بحس انه اوكي انا فهمت هلا هذا كيف بيصير، كيف شكله قدران اتخيله هون، وبطبق هالقاعده اللي انا حطيتها على الرسمه، فبيطلع يعني معي انت، انه هيك تقريبا ايه، شكله هو. اوكي، يعني انت عم تتبع المعايير الخمسة لحتى تقدر تعمل الشخصية وتطلع بهالجمال وبهالهضامة، صح؟ مثل بالضبط. ما قلت، آه. ايه. طيب، بدي اقول لك ريان، هلا بامريكا معروفين ببينات، بفرنسا معروفين باستريكس، ببلجيوم معروفين بتنتان. بننتقل شوي على العالم العربي وبنلاقي انه مثلا عماد حجاج بابو محجوب، معتز صواف بعزه، ناجي العلي بالحنظله. بتعتقد وان داي انت حتطلع بكاركتر اللي لك خاص فيك؟ انا I can only hope so. يعني انا لما حدا بيسمع بكاركتر مثل حنظلة مثلا، اللي هو خلص صار واحد لما بيشوفه بيعرفه فورا، ما في داعي انه واحد انه يطلع مرة تانية. نعم. كاركترات مثل استريكس واوبليكس، ومثل حتى السنافر قد ايه كانوا هن مميزين. اكيد. فاني اوصل لمرحلة انه انا هذا الكاركتر فورا ببين من دون ما واحد انه يفكر فيه مره تانية. حاسس انه انا بتمنى اقدر اوصل لهذا الشيء، بس ما انا مستحيله. مثلا من الكاركترات اللي انا كنت اتفرج عليها لما كنت صغير واقرا الكتب المصوره طبعا، هو كان ماجد. ريان، شو بتعمل تتسلى بالبيت؟ حتى صوري واحدة من الكوميكايات اللي انا شاغلها كان انه عامل حدا انه عم بيسالني انه what do you do for fun، فانا عم بقعد انه هيك بصفن بيني وبين حالي، وبتذكر انه واقف قدام المرايه بالبوكسر عم اقول بقالي ليالي بنادي، بس هيك عم برقص لحالي. فبعدين بقول له للزلمه مره ثانيه I just play video games. ريان، انت صورك كتير حلوين وبيضحكوا كتير، مثل نفسيتك الحلوة كمينة. خلينا نشوف كم وحدة هلا على Thank you. السكرين. هاي كانت أول فترة لما بلش الكورونا عنا بسوريا، نعم. وكان في مواقف كتير إنه بتحسي إنه يعني كان لازم منظمة الصحة العالمية تجي مخصوص لعنا بس لحتى إنه بتراقب الوضع. لأنه بيطلع حدا مثلا من مؤسسة حكومية لابس ماسك، بيجي التاني بده يدخل فبيعطيه الماسك وبيفوت فيه. فإنه هي الرسمة اجت من هذا الموضوع، إنه خلص أخي جيب ماسكك أنت لحالك. هو يعني لزق في صاحبه هيدي الصورة تبعيتك، كأنه حاطه هو كمينة للماسك. تماما. اوكي، هون عندنا الورقة يلي وقعت من الشجرة، اعتبرت حالها انه خلص راحة ترتاح، خلص موسمها، و... وفجأة بيجيك واحد بيدعسها وبيفرمها. تماما. هي ورقة شجر مقرمشة. انه هي كمان انه مفروض تكون كتير انه معبرة، انه صار وقتي، انا حاسس انه هلأ اجى مم. الوقت وصار فيني ارقد بسلام. هي هي. هيك بيجي اللي بعده. هون راسم حالي انه انا قدام انه حدا كتير بقمة الحكمة اللي عم بيقول له انه فيك تسألني اي سؤال له علاقة بالكون من اول ما خلق وفيني جاوبك. فانا بسأله ايه طب ليه why do we have butt hair؟ فهو بطلع عليه متمقرف فانا جاوبني، مو على اساس انه كل شيء جاوبني. فرق بين الكاتس اند دوجز، انا شخص بحب الاثنين بس انا بعتبر حالي كات بيرسون. فهون الكات انه كتير ماجستيك وكتير بيوتيفول وكل شيء، بعدين الدوج بس عم يستفرغ وبيعمل تحته. هون انا عملت انه كمان اتس ا فورم اوف سيلف امباورمنت. انا حبيت انه اخلي الناس انه تفشن ب to love themselves اكثر. فهذا عم مم. بيقول انه yes I lift people's self esteems، انه God it feels so good. انه هو بيعتبر انه الرياضه تبعته انه to lift people up.
That's nice يلي هو أنت. طبعاً. هون انا عملتها لما من الكوميكايات العربيه اللي انه عم اقول لحالي ايام لما كانت الليره تحكي، فبتبين ليره سوريا عن جد بتقول وين باقي عيلتي ريان؟ وين رحت برفقاتي وعيلتي؟ وانا بس قاعد بالزاويه عم ببكي. This is one of my very first comics اللي كان له علاقه بالانكزايتي، فانه الكل جاي ان كوستوم، حدا عم بيقول انه شو لابس انت، فبقول انا I am pure anxiety. فانه هيك. هون آراء الناس بالإنترنت إنه بس إنه هيك إنه واحد عم يحاول يعطي كومنت إنه عم بيقول للإنترنت إنه هاج، وكيف ردة فعل الإنترنت. هاي اوكي this is one of my proudest الكوميكاية، لازم اقراها. بس هاي انه هون الاب عم يقول له لابنه انه هي it's about puberty، فانه انا كمان بحاول قد ما فيني شغلات انه تكون ممكن اوقات تكون شوي تابو انه تنحكى فيها، بحس انه لازم ينحكى فيها. فانه الاب عم يقول له لابنه انه صار لازم اقول لك على البيوبرتي انه it's gonna your voice is gonna sound weird but everything is super fine. بعدين الام عم بتقول لها سوزي it's time for me to tell you about puberty، وبتطلع فيها بتقول لها on the night of the full moon when the blood moon howls a sacrifice must be made in honor of the unborn child. هاي انه shower thoughts، انه الواحد بيكون انه do you ever just finish taking a shower بتعمل ايه؟ بتقول I have been reborn. بحس واحد انه خلص غسل كل تاريخه، صار فريش، نيو ستارت. هاي ديزني برنسسز الفرق بين كيف نحن بنشوفهم بالتلفزيون وكيف بنشوفهم على الواقع. صح مزبوط، ذا ريل لايف. هاي كمان about self esteem، فانه عم اقول لحالي انه I'm such a failure، بعدين تجي ايد هيك بس تمسكني اللي هو emotional support demon، برميني بالارض وبقول you are awesome and you are loved. ريان انت شخصية Yes. كتير مهضومة وكتير فن وشغلك وابداعاتك بتاخد العقل مثلك انت، ومثل ما انت عم تعطي السيلف امباورمنت للناس تضحك وتنبسط وتدلع عندها البوزيتيفيتي اللي انت عم تنقلنا اياها شخصيا. you are really a lovely guy and a great artist، ونحن كتير انبسطنا باللقاء معك، وان شاء الله بنلتقى عن قريب ببيروت. ثانك يو سو ماتش، انا كمان كثير انبسطت بوجودي هون، وكمان ثانك يو على هالانيشيتيف اللي انت عاملينه كمان. احس انه this is a conversation، اكيد موضوع الارت ان جنرال بالوسط العربي يعني هو موضوع كثير مهم انه ينحكى فيه.